السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه جميله جدا مع بعض، وهنعمل وصفه الشيش طاووق. وصفه جميله جدا وما بتاخدش وقت وسهله جدا. يلا بينا على المقادير. اول حاجه انا معايا هنا شويه سماق، ومعايا شويه فلفل اسود، ومعايا شويه برضو جنزبيل. الكميه طبعا ربع معلقه صغيره. ومعايا هنا نص معلقه ملح. تمام. ومعايا توم باودر وبصل باودر، ومعايا معلقه خل صغيره، ومعايا معلقه بابريكا، ومعايا معلقه زبادي كبيره مليانه. تمام. عايزه تحطي معلقتين مفيش مشكله. ومعايا الصويا صوص. تمام. ومعايا كمان دبس رمان. لو الصويا صوص ودبس الرمان مش متوفرين عندك مش مشكله. لو متوفر عندك صوص الباربيكيو ضيفي منه معلقه صغيره برضو. تمام، لانه بيدي طعم جميل جدا، خصوصا كمان بيدي طعم الشوي. انا هنا اول حاجه بضيف الزبادي، اللي هي معلقه كبيره من الزبادي. تمام. عايزه تضيفي معلقتين مفيش مشكله. الزبادي اصلا هي بتعمل انها بتطر الفراخ. تمام. لان اصلا الشيش طاووق بيحب كمان الوراك، بيحب جدا الوراك. لو انت عايزه تعمليه بصدور عادي مفيش مشكله. لكن انا هنا في الوصفه دي عشان بس اعرفك انا عملت ورك وصدر، يعني عملت نص فرخه. كان عندي نص فرخه وخالتها، وخدت منها اللحم بتاعها بس. هقلب بقى تتبيله كويس جدا مع بعض. هسيبها بقى على جنب. ونروح بعد كده بقى نشوف الفراخ بتاعتي هنا انا مقطعاها مكعبات كبيره، يعني مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، وسط كده عشان طبعا تستوي معانا على طول. هضيف بقى كل الفراخ بتاعتي دي على التتبيله، واقلبها كويس جدا مع بعض. وبعد كده طبعا بسيبها في التلاجة ترتاح من حوالي 4 ساعات ل6 ساعات. طبعا بغطيها كويس جدا عشان التتبيله بتبقى ريحتها قويه جدا، عشان ما تكرفش على باقي الاكل في التلاجة بتاعنا يعني. مكونات الوصفة هنزلها كاملة في صندوق الوصف، عشان برضو تخلي بالكم من المعيار كويس جدا بتاع التوابل. منحاولش نزود التوابل قوي، عشان طبعا الطعم ما يبقاش يعني قوي قوي كده ويأذينا. فالحاجة لما تبقى مناسبة بتبقى حلوة. انا هنا خلاص كده خلصتها وغطيتها، وحطها في التلاجة بقى زي ما عرفتكم من 4 ساعات ل6 ساعات. لو انتي مستعجلة حاولي تستني ساعة وتبدأي تشتغلي فيه يعني. انا هنا خلاص عدى حوالي 6 ساعات. طلعتها. انا هنا معايا العيدان بتاعت الشيش طاووق. العيدان دي طبعا قبل ما اشتغل فيها انا كنت نقعها في ميه حوالي نص ساعه، عشان لما احطها على النار ما تتحرقش مني. هنا بقى مقطعه شويه خضار، مقطعه فلفل رومي على شطه على بصل على طماطم. لو انتي ما بتحبيش الطماطم ما تضيفيش اي نوع خضار، مش بتحبيه ما تضيفوش طبعا، عشان ما يترميش برضو حرام. النوع اللي انتي بتحبيه في الخضار ضيفيه طبعا. الطريقه بقى بتاعت التزيين بقى الخضار دي بتاعتك انتي يعني، زي ما تحبي تحطي الاول، تحطي الفلفل، تحطي البصل، اللي تحبيه حطيه الاول. انا هنا بس بوريكي الطريقه بيتعمل ازاي. هو سهل جدا بجد، وكمان بعد ما بنعمله بيبقى شكله خطير، شكله جميل جدا يعني. الطريقه دي جميله جدا لو انت اعتمدتيها في العزومات، بيبقى شكلها شيك جدا على السفره. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو في اي وصفة معينة انت عايزينها اكتبها لي في الكومنتات، وان شاء الله نعملها سوا مع بعض. انا هنا لو تلاحظوا زي ما قلت لك ان انا مستعمله نص فرخه، يعني ورك وصدر. تمام. طبعا الصدر بياخد سوا عن الورك، يعني ممكن الورك يستوي اسرع من الصدر. فعشان كده انا كنت بعمل في كذا سيخ دول الصدور، وفي سيخين او 3 دول الوراك، اللي هو الورك يعني. تمام. فعشان كده سوى الورك كان بيطلع الاول عن الصدر. كنت بسيب الصدر شويه يعني على النار. هكمل بقى كل الكميه هخلصها واوريك الشكل النهائي عامل ازاي. شكله جميل جدا بجد. انا بقى كنت مجهزه على النار الوج بقى اللي انا هعمل فيه. انتي ما عندكيش وج وعندك طاسه اعملي فيها. بصي اللي عندك اعملي فيه، مش لازم يعني يبقى زيي. انا هنا دهنت الوج بتاعي بمكعب زبده. عايزه تحطي زيت حطي زيت، بس الزبده خلت طعمه جميل جدا بجد، وديته في حته تانية. فانتي اللي عندك اعمليه، يعني المتوفر عندك اعمليه.
اهم حاجه لما تيجي تنزلي الشيش تنزليه على طاسه سخنه جدا، يعني النار تكوني مولعاها من بدري، وتسيبي الطاسه تسخن كويس جدا، بعد كده تبداي تنزليه عشان ياخد صدمه وما ينزلش ميه. تسيبي النار عاليه شويه لمده كده ربع ساعه، بعد كده بقى نبتدي نوطي النار شويه ونقلبه بقى على الناحيه التانية. بس هو مخدش معايا وقت نهائي، يعني انا هنا خلاص كنت خلصت، وبحط كمان الفحمه. حطيت حته فحمه، طبعا كنت مولعه عليها النار وحطيت عليها شويه زيت، وقفلته وسبته حوالي 10 دقايق، بعد كده رفعته عادي جدا وشلته وقدمت. انا كنت عامله رز بسمتي، بس طبعا بالرز المصري العادي مش بسمتي، بس طريقه الرز البسمتي هنزلها ان شاء الله قريب. وحطيت عليه شيش طاووق، وده كان الشكل النهائي، شكله جميل جدا بجد. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم على خير، مع السلامه.